بيتي يا سماح، اقول لكم الموضوع مش جاي معايا تمثيل خالص. وادي الفلتر. دي رسالة مني للرجالة، واتمنى الرجالة تكمل الفيديو للاخر، واتمنى كمان ان الست تكمل الفيديو للاخر. هو انت عندك مين اهم من مراتك تصرف عليه؟ عندك مين اهم من مراتك تسعده؟ هتسعد نفسك؟ هتجيب لنفسك وتبسط نفسك وتسعد نفسك؟ هل انت هتبقى مبسوط من غيرها؟ لما تستخسر فيها مصروف او تستخسر فيها شوية كريمات تطلبهم منك او ايا كان او لبس او اي حاجة تطلبها، اما المفروض مين اللي يجيب لها؟ المفروض مين اللي يسعدها؟ اذا كانت هي واحدة انت خدتها من بيت اهلها، خلاص هي خلت حياتها كلها ليك انت وولادك، ايه اقل واجب واقل حاجة ممكن تعملها معاها غير انك تصرف عليها؟ ليه بتستبخل عليها؟ دلوقتي كمان الراجل ما بيستبخلش بفلوسه بس، الراجل بيستبخل بفلوسه وبيستبخل بمشاعره وبيستبخل حتى بانه يتكلم معاها ويقعد يعمل معاها لغة حوار ويناقشها. هو انت ليه بتعمل كده؟ تخيلت بيتك وعيالك من غير مراتك يبقى عامل ازاي؟ تخيلت حياتك حتى من غيرها هتبقى عاملة ازاي؟ تخيلت التزاماتك والتزامات عيالك مين هيقوم بيها؟ طب انا هسألك سؤال تاني، لو الست دي ما بقتش موجودة، انت علشان تجيب حد وانا مش قصدي ابدا ان انا اساوي الست بالشغالة، والشغالات كمان فوق دماغي، بس هتجيب حد يخدم ولادك ويخدمك ويقوم لك بطلباتك بكام؟ فليه بتستخسر فيها؟ اشوف الراجل من دول ست تبقى نفسها في علبة كريم مرطب، ولا في علبة شامبو محترم، ولا سشوار مكوى، ولا كريمات شعر، ويرفض جدا ويستخسر جدا ويبقى مش عايز جدا، في نفس الوقت بيقول لها ان هي مش احلى حاجة ومش اجمل حاجة. طب ما تصرف يا حبيبي عليها، اصرف. وده انا بتكلم على الراجل اللي في امكانياته يصرف وما بيرضاش يصرف وبيستبخل يصرف، وبيستبخل حتى ان هو يقول لها كلمة حلوة تبقى سبورت ليها، او يقول انها تبقى دعم ليها، انها تبقى احسن، تخلي نفسها احلى عشانه. بيستخسر حتى يبقى فيه لغة حوار ما بينهم. الله يخليك اتقي ربنا فيها، عشان الست طاقة، عشان طاقتها تفضل موجودة عشان تربي لك عيالك. وهنشوف التمثيل والضحك في فيديوهات تانية عشان تقولوا بعين قوية انا عايزة، عشان ده حقك. احنا من قلة ما بنطلب خلاص ما بقاش لنا حقوق، حقوقنا راحت.